انا ما كانش كيصحاب لي هادشي كامل غادي يصرا فيا بسبب الطريق اللي كندوز عليهم، ولكن للاسف هادشي كان مكتاب لي. وصراحه في الاول تصدمت، ولكن في الاخر وريتهم شكون انا. السلام عليكم، انا سميتي تاجة، في عمري 21 عام. يلا ساليت الجامعه ديالي. انا كنت كندوز واحد الطريق باش من تما كنركب ونمشي سميتو نمشي للجامعه. هذيك الطريق صراحه هي اللي كاينه الوحيده اللي كتخرجني من تم. كنت كندوز يوميا تقريبا. شافتني واحد البنت، وهذيك البنت ما تكونش بوحدها، يعني من موراها وحدين اخرين، وشافتني ودارت راسها بان غادي تولي صديقتي. بقات كتسولني شنو كندير في الحياه وهذه. المهم عاودت ليها قلت لها اختي راني كنقرا، وقالت لي بقيت دوزي عندي للدار. قلت لها اختي انا ما نقدرش ندوز عندك للدار، انا الام ديالي وخوتي يعني صعابين من الدار للقرايه ومن القرايه للدار. قالت لي لا راه ما كاين حتى شي واحد، وكاين انا وماما مرا كبيره وهذه. قلت لها واخا بحال هكا في الويكاند نقدر نجي عندك نقولها للام ديالي ونجي. بقات كتقنعني حتى ما قلتهاش للام ديالي، وبقيت كندوز عندها يعني من راسي. بقيت كندوز عندها للدار، بقيت كنجلس معاها. واحد النهار حتى لقيت راسي يعني نص الليل وانا في دارهم، ما عرفتش انا كاع شنو واقع. قلت ليها انا فوقاش جيت عندكم، انا ما فهمت والو. قالت لي لا لا راه ما كاين والو كاع، ما تخافي راه جيتي عيانه وراكي بقيتي مرتاحه وانا كنت جالسه حداك. قلت لها لا هادي راه 4 سوايع. قالت لي وصافي دابا ماشي مشكل. مشيت للدار، الام ديالي تصدمات. قلت لها راه ما لقيتش المركوب وهادي المهم يعني بقيت كنلبق الام ديالي من هنا ومن هنا، والام ديالي ما ساقتش في الاول، ولكن قالت لي يا بنتي الا كنتي لاباس ما كاين حتى مشكل. قلت لها لا انا لاباس. ديك الساعه وهذيك الطريق بشكل يومي تندوز عليهم. واحد النهار جات عندي قالت لي شي حوايج. قلت لها شوفي حسن نجي في عشيه وندوز عندك. انا كيحساب لي هي عايشه هي والام ديالها كيف ما قالت، ما كانش كيحساب لي عندها خوها. المهم دازت الايام وانا كل مره كندوز عندها، وكل مره كنلقى راسي انا تعطلت عندها بزاف، يعني بلا من بالي. صافي بقيت كندوز كل مره. واحد النهار قالت لي كنشوف واحد السيده. قلت لها شكون هذه؟ قالت لي هذه راه مرات خاي. قلت لها مزيان. شويه كيدوز واحد يعني واحد السيد من تما. قلت لها شكون هذا؟ قالت لي حتى هو خاي. قلت لها هذاك راجل هذيك؟ قالت لي لا هذيك راجلها. قالت لي ما كاينش. قلت لها صافي سمحي لي يعني سولتك. مره اخرى مشيت لعندها، يعني وليت كنمشي عندها انا بلا ما تقول لي هي دوزي. صافي واحد النهار يعني شرحت لي شي حوايج اللي ما نقدرش انا نقولهم، اللي هما لا حول ولا قوه الا بالله. صافي عرضتني للزواج باش نتزوج بالاخ ديالها. والمهم انا صراحه ما قدرتش هادشي نقوله للام ديالي، وجيتها من الاخر. قلت لها راه واحد السيد خو صاحبتي بغى يتزوجني، ودابا رانا غادي نتزوج ماما. قالت لي نيت العام الاخر ديالك ساليتي القرايه وهذه. قالت لي يا بنتي كون درتي شي حاجه زعما الزواج ما غاديش يهرب. قلت لها دابا هادشي اللي عطا الله، ودابا هاد الناس جاوني وراه لاباس عليهم، هما فعلا لاباس عليهم. صافي اتفقت معاهم جاو لدارنا خطبوني. دازت واحد الايام قليله ضربت العقد، مشيت لداري يعني نشوفها ونشوف شنو خاصو هادي باش نديرو العرس. شفت الصوالح اللي خاص وشفت الحوايج اللي ما عندناش. انا حملت قبل الزواج. الوقت اللي كنت ندوز فيه عند صاحبتي تما فين الدم والامانه امانته. ايوا خليها هكاك. وليله العرس او ليله الليله الكبيره فين غادي راجلي يقول كل شيء، يعني
قدام الناس وقدام العائلة وكل شيء مجموع، والدنيا يعني انتم عارفين كتكون ليلة العرس وكيكون هذيك الوقيته كيكون الزحام والناس مجموعين، هاللي من هنا هاللي من هنا قدامهم قال كل شيء. دار هاد الشيء كامل يعني باش العائلة تكون كاملة في خبارها الهضرة وداك الشيء اللي كاين، باش هو يتزوج مرات خوه بحال اللي يكون هو زعما راه عنده الحق، وباش مرات خوه يعني داك الورث ما يخرجش من الدار يبقى ليهم بيناتهم هكا. ولكن غادي نخلي الاخ ديالي يتزوج مرات خوه، لان مرات خوه هضرت بيني وبينها قلت لها واش انتي قابله زعما تزوجي بالراجل اللي انا ديت؟ واخا انا صراحه يعني هاد الزواج ما كانش على خاطري وما عجبنيش اصلا. قالت لي شوفي يا اختي، قالت لي راه كيف ما رغموا عليك انتي حتى انا كذلك. قالت لي انا ما باغياهمش، قالت لي هما على حساب الورث والطمع بغاو يديروا لي هاد الفخ، ينصبوه عليا وعليكم، بقاو حنا بحال الخدامات هنا في هاد الدار. قلت لها شنو رايك نزوجك بخويا؟ قالت لي واخا. المهم لقيتهم وتزوجوا الحمد لله، وحتى حسيت بالاخ ديالي يعني ترصى في زواجه وكان كل شيء مزيان حتى لتما. وغادي عاد تقاديت معاهم، قلت له ما كاين لا هادي ولا هاديك، صافي مباشره رفعت عليه الطلاق، طلقت منه اصلا. يعني داك الحمل ما تمش، يعني كان فيها خير وكان فيها خير كبير، وتفكيت معاهم. ومرات خويا وخويا عايشين مرتاحين عايشين بخير، ما خاصهم حتى شي خير، وعايشين يعني هي هذيك يعني واحد الحياة اللي سعيدة. وانا الحمد لله درت تقريبا 6 شهور، درت واحد اللغة، وجات واحد السيدة اصلا يعني كتعرف شي ناس والحمد لله يعني توسطات ليا، ومشيت انا لبرا وكنحمد الله وكنشكره. كملت قرايتي برا وتزوجت بواحد السيد اللي يستاهلني ونستاهلو، ولدت معاه 3 الوليدات. بالنسبه هاد الحكايه راه فيها عبره، الانسان ما يزرب حتى على حاجه واللي ما كتعرفيهش ما ديريش فيه الثقه. انا هادي زعما بنت يعني حنا بنات يعني بحال كيف وثقت فيها، ولكن دمراتني والله ما كملش عليها، لا عليها هي لا على الاخ ديالها، حتى الام ديالها نالت الجزاء ديالها. يعني قال اللي بغى يضر شي واحد راه كاينه الجزاء ديالو. صراحه هاد المشكله اللي دخلت فيها ما كانت سهله، ولكن يقدر يكون فيها خير باش هذيك السيده اللي كان غادي يتزوجها يعني خو راجلها جعلني الله انا سبب باش هي ما تزوجوش، وربي سهل لها مع الاخ ديالي. وحتى هي راه عندها تبارك الله 3 الوليدات، وولدهم راه خلاتو ليهم من طبيعه الحال، وطلعت بنت الناس ومزيانه وصراحه حادقه وظريفه وعايشه مع الام ديالي. قالت لي يا الام ديالي ربي يعوضني بك. واش غادي نقول لكم، هذه هي الحكايه ديالنا. كنتمنى تعجبكم، الا عجبتكم ما تنساوناش من واحد اللايك، اشتراك، كومنتير في القناه. مرحبا بكم، والله يجازيكم بخير، والله يحفظكم ليا، وشكرا لكم بزاف. تبقوا على خير وبخير، اللي فيديو قادم ان شاء الله. وخوتي راني شويه الصحه ديالي هاد الايام عيانه، ادعيو معايا الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، والله يرزقكم كل ما كتمناو يا ربي. باي خوتي وخواتاتي، ديروا لي واحد اللايك الله يحفظكم، واللي ما مشتركش في القناه يشترك. جزاكم الله كل خير. باي.